الأخ يسأل على رواية في أصول الكافي يقول الإمام علي: لا تزوجوا الحسن فإنه مطلق. أحبتي، أولا هذه الرواية لم يثبت عندنا لا سندها ولا المتن. طيب هي الرواية من وين؟ أصل الرواية سنية. أصل الرواية سنية، يعني جاءت من كتب أهل السنة والجماعة، وعلماءنا طبيعتهم عاد يعرضون من كتب من يخالفنا في العقيدة من باب الاستعراض لا من باب الاعتقاد. ولكن هل هي صحيحة السند عندنا؟ لا، فلا يحق الاحتجاج بها. الآن نفسي من ضعفها دقيقة من ضعفها بتقول لي من ضعف، وكان عندك بان عليها مبنى كامل. انت شنو ضعيف؟ بان عليها عقائد. انت جاي تهرج لو شنو؟ ليه جاي تقاطع؟ انت منين ما ضعفتها؟ انت غيرت المصدر. اكتب المايك. انت منين جيبك ضعفتها؟ ترى مو جاهل تضحك عليهم ذولا، تضحك عليهم. اكتب المايك حبيبي. هذا جهلك المقاطعه ما تقدر تدل على انك جاهل. انت ما جاي تحترم الجاهل اللي هو ما يحترم زعطوط، فانت جاهل زعطوط حاليا. انت قاعد تقاطع بلا سبب، فالظاهر انت غير مؤدب. يقول لي من ضعف، بس يقول لي من ضعف. راح اعطيك اهدى شويه. اهدى شويه. اهدى. شو فيك؟ اهدى. شنو هذا طلب علمي؟ انت جاي تطلب مطالب علميه تصرخ بالبيت؟ اي من الصرخ؟ عندك اعتراض في وقتك، انت لك حق تعترض. طيب من الضعفه تدلل هاك. يلا اكتب المايك، لا تفتح المايك الا ان يؤذن لك اعلان مدوي. اكتب المايك اخونا العزيز، طق المايك كتب، لا تقاطع. اخواني، عده من اصحابنا عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن يحيى بن ابي العلاء. تخيلوا لي هذا الراوي، هذه الروايه وهذا الراوي فيها يحيى بن ابي العلاء. الروايه ضعيفه السند، فان يحيى بن ابي العلاء مجهول ولم يوثق، فلا يعتمد عليها، ولذلك حكم العلامة المجلسي بأن الحديث مجهول. نجات غير بس قف الخوز قال عليه. يلا امشي جاي ويقول امشي زد. انا ما اعرف من رجال، انا مسرع الصوت مالتك انت. شنو هذه؟ فيها السيد ابو قاسم الخوئي يريد بخدمتك يا روحي. وقال الاستاذ السيد الخوئي فيحيى بن ابي العلاء ايش شباب؟ ايش شنو؟ مجهول. انزل حبيبي، هذني الشبهات من دون ما ارجع للكتاب. يعني هيك وانا اتمضمض بينا اقول لك ضعيفه السند فيها مجهول من حفظي، بس انت تريد اعرض لك. بس انا ما حاجه، انت لا تطالبني بان اعرض لك وطلع لي. انا حافظا. تعرف شنو حافظا لو لا؟ شايف الشاعر من السيله تقول له يبا القصيده مالتك الفلانيه حافظها، يقول لك ايه قصيدتي غير كاتبه بيدي، يطق القصيده مالتي. هذني قصايدي اعتبر شلون القصيده مربين على ايدي. فمن اقول لك هيك شيء خلص سلم، بعد لا تقول لي اعرض.